السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ازيكم حبيبتي في الله، أسعد الله صباحكم ومساءكم. إن شاء الله بإذن الله هنعمل النهاردة بطاطس بالبشاميل. أول حاجة هجيب 3 حبات بطاطس وجزرتين وهسلقهم في مية وملح. طبعا دي سهلة جدا جدا. بإذن الله إن شاء الله نسلقها، بحيث إنها نسلقها جامد جدا عشان خاطر تبقى طرية وتندس بسهولة معانا إن شاء الله بإذن الله. وبعد كده هنعمل البشاميل هو عبارة عن معلقتين سمنة أو معلقة سمنة ومعلقة زيت ومعلقتين دقيق ومعلقتين دقيق وكوبايتين لبن. والبشاميل واحنا هنعمله هنحط برضو بيضة عليه عشان يبقى يخلي منظر البطاطس بالبشاميل تبقى حمرا كده وحلوة. وبعد كده بعد كده هنعمل بعد كده ان شاء الله باذن الله البصل المتكرمل هعمل بصل جوانح رقيقه ان شاء الله باذن الله. وكرم واحط معلقه سكر ولحد السكر والبصل ما يتكرمل قالوا بيها. هننزل الملح والفلفل وبعد كده هننزل ميه على الملح. بعد الملح والفلفل ننزل ميه لحد البصل ما يطيب. وبعد كده بعد البصل ما يطيب اللهم صل على سيدنا محمد هنجيب البطاطس والجزر وهندسها وننزل على البصل المتكرمل بعد ما يطيب. وبعد كده هننزل بالبشاميل اللي هحط عليه بيضة على وش البطاطس والجزر بس كده. وشايفين الجمال والحلاوة وهناكلها مع مكرونة بصوص الأحمر. يا رب الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله لما اول ما تتفرج عليا اشترك في القناه واعمل لايك. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.